لو انت ساعة ما بتصحى من النوم الصبح بتمسك موبايلك او بتقوم تلبس على طول وتنزل شغلك من غير ما تقول الكلام اللي هقولك عليه في الفيديو ده، فانت كده فايتك كتير قوي. كلنا بنصحى من النوم كل يوم الصبح مش عارفين اللي هيحصل لنا. هل ممكن نموت النهارده؟ هل ممكن نتحسد من حد عينه وحشه؟ بنكون مش عارفين اللي هيحصل لنا في اليوم ده. فعلشان كده لازم نحصن نفسنا كل يوم قبل ما ننزل من بيتنا. وفي الفيديو ده انا هقولك على احسن وافضل اذكار النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول. واول ذكر وده تقوله 3 مرات: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كده مفيش اي مخلوق يقدر يضرك طول اليوم. وتاني ذكر هو سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. كده لو مت في اليوم ده هتخش الجنه على طول، وده بشهاده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول بالنسبه لي اهم ذكرين تحفظهم وتقولهم على طول لما تصحى الصبح وتنزل من بيتك، فيهم حمايه من البشر وضمان للجنه طول اليوم. انت كمان لو تعرف ذكر مهم من اذكار الصباح قوله في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي.